يا صباح الفل. النهاردة بقى ان شاء الله جاية لكم بمشتريات شهر 4 بأقل تكلفة، وازاي قدرت اجيب كده الاساسيات من غير مصرف كتير. انا هشارك معاكم طريقة تفكيري ازاي بشتري الحاجة وازاي بخلي الحاجة تكفيني لاخر الشهر. كمان بقى لو انت من الناس اللي فلوسك بتخلص بسرعة، فالفيديو ده ان شاء الله هيفيدك. حبايب قلبي واخواتي الامارات، لو اول مرة بتشوفوني، معاكم اختكم هبة ام ل3 بنات. بحاول اعدي الشهر بأقل المصاريف من غير ما احس يعني ان انا محتاجة حاجة في اواخر الشهر. فلو انت بقى زي بتحاولي توفري وتعيشي كده على قد الحال، فيبقى انت في المكان الصح. هنا هتلاقي اكل اقتصادي، وهتلاقي افكار للتوفير، هتلاقي يوميات فعلا حقيقية من غير اي تصنع. فتعالي يلا نوفر سوا ونعدي الشهر كده ان شاء الله من غير اي ازمات. فلو حابة بقى ما تنسوش لايك للفيديو بنات، واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش. يا رب اي حد بيقول لي كلمة حلوة يا رب ربنا يرزقه بفرحة كبيرة قد الدنيا وزيادة. ويلا بينا نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا كده نبدأ. هقول لكم على المشتريات، وهقول لكم انا جبت ايه بالظبط، وهقول لكم الاسعار. كمان ان شاء الله يا بنات هقول لكم على شوية حاجات تكون افادة ليكم باذن الله. انا حابة جدا ان انتوا تستفادوا على قد ما تقدروا بالفيديو ده، فخليكم بقى معايا كده للاخر عشان تعرفوا واحدة واحدة كده الدنيا ماشية ازاي. بصي بقى يا امارات، انا اول حاجة انا بحب اجيب الحاجة من العطار، يعني او من علافة او من مكان يعني بيكون سايب مش اكياس، لاني بيفرق معايا طبعا في الوزن. كمان انتوا بقى لو اسرة كبيرة، يعني انا برشح لك ان انتي ممكن تجيبي الحاجة تكون سايبة، وهيفرق معاكي جدا، يعني بحيث ان الكيس المكرونة 350 جرام دول ما يعملوش طبقين. فانت جيبي كيلو بكيلو احسن بكتير، وطبعا اوفر لان دلوقتي ب24 الاكياس ممكن تكون ب30 او تكون عدت كمان ال30 مش عارفه. بس يعني انا قلت اقولك المعلومه ديت. طيب كيلو مكرونه النهارده ب24 جنيه. انا جبت كام؟ جبت 2 كيلو ونص كده. جبت كمان الشعريه يا بنات، كان الكيلو عامل 22 جنيه. انا جبت 2 كيلو، قلت يعني يقعدوا معايا ايه الشهر كله. طيب بتقدري ازاي؟ اول حاجة عشان المصروف يكفي معايا من اول الشهر لاخر الشهر، هي خطوات يا بنات لازم نعملها كده. تعالى هشارككم تفكيري وهقول لكم انا بفكر في ايه وبعمل ايه. بس هقول لكم برضو حتى مكرونة التحمير انا جبت ايه. كان ده كيلو يا بنات للامانة، وانا عملت منه نص. تمام، عملت يعني اكلة اقتصادية سريعة كده. عملت إيه نص الكيس ده. والرز يا بنات بيبدأ من 20 24 28. أنا جبت ال24 حلو وزي الفل، والحباية بتاعته حلوة قوي. أنا جبت حوالي 7 كيلو من الرز. تمام. طيب جبت كمان يا بنات، بصوا اللهم بارك، الفيجيتار دوت عامل كام؟ 10 جنيه. هو حار وبيتباع سايب. انا كنت بجيب الكيس اللي هو اللي بتاع الشركات ده ب15، ولكن ما لقيتهوش فقلت له هاتي بالعشرة وخلاص. ده بيكفيني على كيسين كده من البقسماط. تمام. طيب الشطة دي الكيس ده كان عامل 5 جنيه، فأنا جبت كيسين. احنا مش بنستهلك شطة كتير، ولكن ايه قلت امشي الدنيا علشان برضو منزلش اجيب بمبلغ كبير التوابل. فانا بقى ايه لميت الدنيا كده على قد ما اقدر. جبت ب20 جنيه كمون، وجبت ب30 جنيه فلفل اسود، لان انا بستخدم فلفل اسود كتير. فحاول على قد ما اقدر ان يكفوني. ما كفونيش ممكن اجيب اواخر الشهر ولا حاجة. جبت كمان يا بنات اللي بتغنيني عن كل حاجة، ال7 بهارات. ولا توم باودر ولا بصل باودر ولا الكلام ده كله. انا بجيب ب20 جنيه 7 بهارات، بحطها في كل الاكلات. بحطها مع فراخ مشوية، بحطها مع كل التوابل انا بضيفها بتريحني. كفتة لحمة اي حاجة، انا بحط ال7 توابل دول بتريحني جدا وبتوفر معايا قوي. وجبت كمان ب20 جنيه بابريكا، وب20 جنيه كمون، وب20 جنيه كزبرة. يعني حاولت ان انا ايه الم الدنيا كده، ان شاء الله يكفوني باذن الله. الملح برضو يا بنات انا جبت كيسين ملح. الكيس كان عامل 5 جنيه، وانا كان عندي كده كام كيس برضو بصراحة. انت هتاخدينا كده في دوكا من غير ما تقولي لنا انت بتعملي ايه، ولا علشان خاطر الحاجه تكفي معايا لاخر الشهر انا اعمل ايه. هقولك يا قلب اختك، اول حاجه انا قبل ما انزل ببص كده بدي عينيا كده للرفوف اللي موجوده في المطبخ، اللي هي اماكن الخزين. ربما يكون في كيس رز، كيس مكرونه، او كيس لوبيا، كيس فاصوليا. المهم اللي هلاقيه هستفاد بيه.
وبعدين بدل ما يخسر مثلا ويسوس ولا حاجة، فانا استفيد بيه واعمله ويوفر لي كمان فلوس، وفي نفس الوقت اجيب حاجة تانية بيه او ازود يعني حاجة اكون انا عايزاها. فانا عايزاكي يا قلب اختك تبص كده، بص على ارفف الخزين قبل ما تنزلي وشوفي ايه اللي موجود عندك وكملي عليه. طيب كمان عايزة اقولك استخدمي الحاجات القديمة قبل الجديدة، علشان ايه؟ علشان برضو ما تبصش منك، يعني نظام الاقدم وبعد كده ايه اخد الجديد. يعني انا عندي كيس مكرونة انا جايباه دلوقتي وكيس مكرونة قديم، فانا هطبخ القديم واخلي الجديد، بحيث ان ايه ما فيش حاجة تخسر منك في المطبخ وهتستفادي. فالاقدم وبعد كده استخدمي الجديد. طيب كمان عايزة اقولك ان انتي لو فتحتي اظرف الخزين، والله صدقيني هتتفاجئي من الحاجات اللي انتي هتلاقيها. هتلاقي على الاقل حاجات تكفيكي اول اسبوع او اول 3 4 ايام كمان. فدوت مش توفير ولا مش توفير. طيب من الحاجات المهمة اللي انتي عشان مصروفك يكفي، ولو انتي من الناس الميزانية محدودة، انا اعدي اول 3 4 ايام اعمل منهم اكلات خفيفة او اكلات اقتصادية. اول حاجة اللي موجودة عندي كيس رز، هعمل عليهم شوية بطاطس، صينية بطاطس، والرز هيمشي مع شوية مخلل ويوم وعدى. اليوم اللي باقي التاني انا عندي مكرونة، احمر شوية مكرونة مع كام بضاية او شوية بطاطس محمرة، وادي يوم وعدى وغدا وعدى. اقعد افكر واشوف وعدي اول كام يوم كده من اول الشهر، بحيث ان انا ما اتزنقش في نص الشهر او بعد 10 ايام او في اواخر الشهر. طيب تعالوا كده خلينا في المهم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين كده انا جبت 2 4 6 7 8 كيلو من الرز. كيلو الرز كان عامل 24 زي ما قلت لكم، وكان في كيس كده مقطوع وانا وريتكم الحبايه بتاعه الرز كانت ممتازه حلوه جدا الحمد لله. طيب جبت ايه تاني؟ جبت كيلو الا ربع من الزبده. الزبده دلوقتي كانت عاليه، فالكيلو كان عامل 160، فانا جبت كيلو الا ربع. وجبت ازازة الزيت دي على التومين اللي عندي، بصراحة كان مديهاني ب90 جنيه، انا معرفش ليه. وجبت كيلو كده كمان من السمنة. كيلو السمنة يا بنات عامل 110، هي سمنة كريستال، انا جبتها السمنة الصفرا. فبكده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هعدي بيهم الدنيا في الشهر. تمام. دي بالنسبة للحاجة. طب ازازة الزيت دي هتكفيكي يا هبة؟ لا يا قلب اختك، انا باخد سلع تموينية، وكمان انا كان عندي الشهر ده 400 جنيه زيادة، يعني انا خدتهم في رمضان والشهر ده خدتهم برضو. بصوا زي ما انتم شايفين انا بوريكم هنا السمنة، يعني علشان ايه تاخدي بالك منها اكتر. حسيت ان هي يعني ما بانتش قوي في التصوير في وسط الرز ووسط الحاجة، فقلت ايه اوريها لك كده عشان تشوفيها. الزبدة بجيبها نيوزيلندي بس بتوفر لي، يعني هي زي فيرن كده بالظبط، بس انا بحس ان دي فيها بركة شوية. بالنسبة للحاجات اللي انا اشتريتها تعالوا اوريكم بقى ساعة تموينية ووفرت قد ايه منهم وجبت ايه. بصوا يا بنات انا جبت ازازتين من السلع التموينية اللي هم ال400 جنيه اللي كانوا نازلين، وادي ازازتين تانيين بتوع التومين. انا طبعا مستهلكة ازازة زي ما انتم شايفين الا حاجات بسيطة وباقي الازايز، فانا كده معايا يعني حوالي 5 ازايز حلوين، وفي عندي ازازة كيلو كامل يعني كيلو صافي، فهنمشي الدنيا بيهم برضو الشهر ده. تمام كده. طيب اهو زي ما انتوا شايفين، فانا كده بالنسبة لي 5 الازايز الزيت دول مع كيلو السمنة وكيلو الا ربع زبدة، فكده تمام قوي قوي قوي. وباقي بقى ايه سكر، يعني زي ما قلت لك افتحي إيه خلاص. انا فتحت الرف لقيت كام كيس كده من المكرونه وكام كيس كده من السكر، قلت ايه دول على الحاجه اللي انا جبتهم، يعني ان شاء الله هنزق الدنيا بيهم. بص السكر دوت زي ما انا قلت لكم هم ادوني 3 كيلو وادوني 2 كيلو من السكر بتاع التوميم. طيب كمان من الحاجات اللي هتعدي معاكي من اول الشهر لاخر الشهر ان انت هتفتحي التلاجة والدولاب وهتشوفي ايه اللي موجود عندك وتحاولي تمشي الدنيا. هتكتبي قائمة كده بالمشتريات اللي انت جبتي اللي انت هتجيبيها من الحاجات الحلوة والممتازة اللي هتفرق معاكي. كمان اللي هيفرق معاكي قوي 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 في المطبخ ان انت كده تكتبي ورقة، لو انت من الناس اللي بتجيب حاجتك كل اسبوع
طبعا بتقسمي كده الدنيا وتشوفي مثلا النهارده في حاجة نقصت منك فبتكتبيها في الورقة ديت، فبترتاحي بقى بتيجي اخر الاسبوع وكل حاجة ناقصة مكتوبة في الورقة ومتأيدة، فبتاخدي الورقة وبتنزلي تجيبي الحاجة بتاعتك. طيب جبت ايه كمان مع السلع؟ جبت كمان 8 اكياس من المكرونة. طبعا بقى مكرونة اللي هي الهلالية المعوجة شوية ديت، على مكرونة اللي هي صغننة. يعني قلت 8 اكياس لان انا جايبة مكرونات مش كتير شوية، فقلت دول مع دول يمشوا الدنيا. بيتك طول الشهر. اشوفكم على خير يا بنات في فيديو جديد، وبشكركم ان انتوا وصلتوا معايا لحد هنا. شكرا جدا ليكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.